السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعاتي الغاليات ومتتبعيني الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله نتوما وأهلكم وأحبابكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد البسبوسة كتجي غزالة بالشوكولات وبواحد الكريمة اللي رائعة. نتمنى إن شاء الله أنكم تتبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير والطريقة ديال هذه البسبوسة، وما تنساونيش بتشجيعكم ديال بجيم. والناس اللي كتزور القناه اول مره كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ساره هدايه. نتمنى ان شاء الله انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش تبقاو ان شاء الله توصلوا بكل جديد للقناه. وغندوزوا على بركه الله المقادير والطريقه ديال هاد البسبوسه هذه. ودابا غندوزوا على بركه الله غنعطيكم المقادير ديال هاد البسبوسه هذه. بالنسبه في المقادير كاينين عندي هنا واحد الكاس ديال الزيت، عندي هنا كاس ديال السكر سنيده اللي معامرش بزاف، يعني الحلاوه كيبقى على حسابكم. عندي هنا واحد الياغورت، يمكن لكم ديروا الياغورت الا ما بغيتوهاش تكون حلوه بزاف ديروها مسوس او لا ديروا باي نكهه بغيتو. المهم انا كان متوفر عندي هذا راه غنخدم به. عندي هنا جوج شاسيات ديال الخميره، واحد الشاسي ديال الفاني، عندي جوج بيضات، وعندي كاس ونص ديال هذاك الفينو ما يعادل تقريبا 200 غرام. وعندي هنايا بودره الكاكاو، يعني واحد جوج معالق كبار عامرين. غندوزو على بركه الله الطريقه ان شاء الله. بسم الله. كناخذوا هذوك البيضات كناخذوا هاد الشاسي الفاني، واحد طريقه الملحه، وكناخذوا هاد الكاس ديال السكر سنيده وكنخلطوا مزيان هاد المكونات. دابا غنضيفوا هذاك الكاس ديال الزيت وكنبقاو كنخلطوا مزيان. دابا غنضيفوا هذاك الياغورت، كيف قلت لكم اي نوع كتفضلوا. دابا من بعد ما خلطنا مزيان دابا غنضيفوا بسم الله هذيك بودره الكاكاو، وغنضيفوا هاد الفينو هذا. كيف ما قلت لكم انا راه عبرت ليه 200 غرام، يعني كاس ونص ديال العنبه. دابا كنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم. دابا كيف كتشوفوا احنا خلطنا الخليط ديالنا مزيان. دابا غناخذ هذا المول، انا غندير هذا المول اللي كيكون عنده حفيره في الوسط، نتوما كيمكن لكم تخدموا باي مول عندكم. دابا خديت هذا البول كيف ما شفتوا دهنتو بالزبده ورشيتو بالفينو، ودابا غادي نكب فيه هذيك البسبوسه ديالنا. ديما كنهزو يدينا الفوق باش كتجينا خفيفه. صافي غندخلها طيب، ومن بعد ما غطيب غنتلاقى بكم. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما دخلت الكيك ديالي كطيب في الفران، غناخذوا السيرو باش غنسقيها. انا غناخذ هنا كاس ديال عنبه عامر ديال الماء، يمكن لكم تعوضوه بالحليب اللي عندكم. غديروا كيف ما قلت لكم كاس عامر. عندي هنا واحد 10 القطع ديال الشوكولات كيف كتشوفوا، يعني 10 القطع. وعندي هنايا هاد نيسكويك، هاد بودره الشوكولا حلوه. بسم الله. كندير منها حتى 2 معالق صافي، وكنخلط هاد المكونات
وغنديرهم في البوطه يغلاو ليا حتى يذوب ليا داك الشوكولاط ويغلاو مزيان، وغنحيدهم. دابا كيف كتشوفوا البسبوسه من بعد ما خرجتها من الفران، دابا غنقلبها في الطبق ديال التقديم. بسم الله. كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه الصراحه، كتجي غزاله. ها نتوما كيف كتشوفوا كي كتجي. دابا ها هو هذاك الصوص اللي حضرت معكم من قبل ديال هذاك الشوكولاط والماء، ها هو موجود. دابا غنسقي به هاد البسبوسه. هي راه باقا سخونه، ولكن هاد السيرو راه بارد. يمكن لكم تعوضوه بكاس تاع القهوه، يا اما معصره، يعني تعصروا واحد الكاس ديال القهوه وتسقيو به، يا اما ديروا واحد نيسكافي. كيبقى لكم الاختيار مع كاس الماء. صافي نسقيو هاد البسبوسه من الجناب ومن كلشي باش كتجي مشربه لينا وكتجي زوينه. وندوزو ان شاء الله من بعد ما تبرد، ندوزو باش نحضروا الكريمه اللي غنعمروا بها من الوسط. دابا ان شاء الله من بعد ما حطيت البسبوسه تشربات وبردات، دابا غندوزو نصايبوا هذيك الكريمه اللي غنديروها في الوسط ديال هاد البسبوسه. كنحتاجو في المقادير لهاد نص لتر الحليب، كنحتاجو 3 المعالق اولا 2 على حساب الذوق ديالكم، على حساب الحلاوه اللي بغيتو. المهم انا عندي هنا 3 المعالق. عندي واحد الفلون ديال الشوكولا، كيمكن لكم انكم تعوضوا غير بالنشا، كيبقى لكم الاختيار. اذا كان عندكم ديروه، ما كانش راه عوضوا غير بالنشا. وغندير 2 معالق كبار ديال النشا، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال بودره الكاكاو. هادو هما المكونات. بسم الله. غناخذوا كيف ما قلت لكم معلقه ديال هذاك النشا، وناخذ معلقه ديال بودره الكاكاو، وغناخذ هاد الشاسي ديال كيف قلت لكم. اللي ما عندكمش يمكن لكم انكم ما ديروش، كيبقى لكم الاختيار. هاد الكريمه راه تلعبوا بها كيف ما بغيتو، يعني اللي بغيتوها غديروه. صافي. وغنديروا هنا السكر، وغنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان قبل ما نحطها في البوطه. صافي كنبقاو كنحركوا. من بعد دابا غنديها في البوطه، من بعد ما نحركها ينسجموا ليا مع بعضياتهم، غنديرها في البوطه وغنبقى مراقبه. يعني غنبقى كنحرك حتى كتعقد ليا تماما، يعني حتى نتاكد انها عقدت، ومن بعد غنتلاقى بكم باش نكمل. دابا كيف كتشوفوا الكريمه من بعد ما عقدت ليا وحيدتها من فوق البوطه، غنضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال الزبده اللي ماشي ضروريه، يعني الا ما كانش يمكن لكم انكم ما ديروهاش، كيبقى لكم الاختيار. صافي غنخلط مزيان وغنكب في هذاك في وسط الكيك. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خلطت هذيك الزبده انسجمت ليا مزيان، دابا غادي بسم الله غادي نكبوا هذيك الكريمه في الوسط. كنحاولوا اننا نوزعوها في هذاك الحفيره اللي كتكون الوسط. صافي غنحطوه على جنب حتى تبرد لينا مزيان، وعاد باش نرجع معكم ان شاء الله.
دابا كيف كتشوفوا هاد الكريمه من بعد ما بردات، دابا غندوزو باش نزينوها. تزينوها كيف ما بغيتو. انا عندي هاد الحقيق هذا اولا الشوكولا الملون، كيف ما قلت لكم راه زينوا كيف ما بغيتو. غندوروا عليها بحال هكا في الجناب. كتجي زوينه هاد البسبوسه، كتجي معلكه. نتمنى ان شاء الله ان تجربوها وخليوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما قاديت هذاك الشوكولات، دابا غادي نزينها بشويه الفرامبواز. كان عندي هنا في المجمد. الزين كيبقى اختياري اللي عندكم غتخدموا به. ها هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالي من بعد ما وجدات. كتجي على هذا الشكل. الصراحه كتجي غزاله، كتجي معلكه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، والا جربتوها خليو لي في التعاليق كيفاش جاتكم. وما تنساونيش بتشجيعكم ليا بجام، وما تنساوش ارائكم واقتراحاتكم وتعاليقكم اللي كتزيد تحفزني، كتخليني ان شاء الله نعطي احسن ما عندي. كنقول لكم غير جربوا ان شاء الله هاد البسبوسه هذه، راه كتجي زوينه. والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله.